ازيك يا عضلات؟ فيديو جديد النهارده مع فكره الفيديو بتاعتنا بسيطه جدا. انا كنت رايح السوبر ماركت، جبت ضانه شوكولاته بالبندق. لا بهزر. انا كنت رايح السوبر ماركت عشان اشتري شويه حاجات انا محتاجها، تمام؟ فلقيت منتج غريب رغم ان الفكره بسيطه جدا، بس شدت انتباهي قوي لان الفكره صايعه، وعلى طول اشتريت المنتج ده. تعالوا النهارده بقى جاي اشارك معاكم المنتج ده وليه المنتج ده مفيد. اللي ما تعمل لايك اشترك في القناه مش مشترك. طيب شوفوا يا جماعه، اول حاجه طبعا انتوا اكيد عارفين فوائد التوم. مش عارف انا عامل دوشه كده ليه. المهم التوم يا جماعه يعتبر مضاد حيوي طبيعي قوي، سبحان الله. يعني جواه مركبات كبريت، حاجه اسمها الاليسين. المركبات دي يا جماعه بتعزز المناعه، يعني شوفوا حاجات طبيعيه بسيطه بتعزز المناعه وبتخفض ضغط الدم كمان والكوليسترول الضار، وبتحمي القلب من الجلطات، بيقي حتى من الانفلونزا والالتهابات والحاجات دي كلها، صحة القلب والأوعية الدموية. جواه مضادات أكسدة قوية بتحمي من الكانسر، بيساعد في تعزيز نمو البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة دي يا جماعة مهمة جدا في المعدة، هي اللي بتساعد على هضم الأكل، وكمان بيحارب الالتهابات والعدوى البكتيرية والفطرية. يعني حاجة ده فوائد التوم يا جماعة رهيبة. فوائد التوم رهيبة جدا، بس الفكرة ان انت عشان تستفاد الاستفادات دي كلها لازم تكون بتاخده بانتظام، مش مجرد تومايه كل فين وفين، فاهمني؟ لا يعني بجد يا جماعه فوائد التوم رهيبه جدا تمام. بس عشان كده يقول لك ايه، بينصح الاطباء بان انت تاخد فص توم واحد يوميا الصبح على الريق. لازم يكون على الريق قبل ما تاكل اي حاجه الصبح، بس هو فص واحد. يا برضك ايه، لو كترت غلط الحاجه تزيد عندها تقلب ضدها. هو فص واحد بس. فانا عن نفسي كنت حبيت، يعني كنت بدات اجرب الموضوع ده، بس بعد 3-4 ايام زهقت. انا كل يوم بقى هقعد اطلع فص تومه، يعني بصوا الموضوع رخم كده يا جماعه. كل يوم هجيب التومه واقعد اطلع، ما اعرفش، تحس يا جماعه انك بتحارب وانت بتطلع الفص. اطلع فص تومه واقعد اقشره. تقشير التوميه ده يا جماعه ارخم حاجه. يعني تقشير التوميه مش كانك بتقشر موزه. بصوا تقشير التومه القشر بيبقى لازق جدا، فرخم قوي. تقشيره بجد رخم، بالذات لو حاجه هتعملها كل يوم. يعني لو كل يوم هتاخد لك فص كل يوم هتقعد تقشر، وبالذات بقى لو متاخر على الشغل بتاع حاجه رخمه. فالمنتج اللي عجبني قوي اللي لقيته في السوبر ماركت توم فصوص متقشر جاهز. انا بصراحه ما كنتش عارف ان في حاجه زي كده، فكره ممتازه جدا. توم فصوص توب فاليو ده من هايبر وان. المنتج ده من هايبر وان، بس انا مش جايبه من هايبر وان اصلا، انا جايبه من سوبر ماركت عادي في بورسعيد. بس هو الفكره في اصلا يعني سوبر ماركتات ساعات تعمل ايه، تقوم جايبه كده شويه منتجات من هايبر وان وتقوم جايه بيعها في السوبر ماركت بتاعها. فانا لقيته في السوبر ماركت عادي، بس الفكره عجبتني قوي يا جماعه. اهو بصوا حتى مكتوب عليه توم فصوص. دول يعني قرب 400 جرام، يعني حتى مش مكملين نص كيلو يعني. بصوا اهو مكتوب عليه هايبر وان من ورا اهو. بص شكله، وتوم كبير مش توم، اغلبه كبير. بصوا الفكره عجبتني قوي. شوف فكره تافهه بسيطه بس عجبتني قوي. خدوا بالكم هو طبعا صلاحيته سنه ونص، حلو يعني يقعد مده كويسه. مكتوب عليه ميد ان ايجيبت، يعني توم مصري. ميد ان ايج دي اهم حاجه، ان التوم المستورد مش بيبقى حلو زي التوم المصري. فهو كده ده معناه ان التوم اللي هنا يا جماعه زي التوم العادي اللي بنشتريه، بس هو ايه، مفصصه. طبعا ده مش واحد يا جماعه قاعد يفصص بايده، ده مصنع بقى هو اللي بيفصص اوتوماتيك يعني. حتى بصوا مكتوب هنا ايه، مكتوب هنا تعبئة وتصنيع مصنع رسلان للتجارة. هو عبارة عن توم فصوص ومحلول ملحي وحامض بنزوات صوديوم وستريك اسيد. الحاجات التانية دي المحلول ده عشان يحفظ التوم وهو متقشر يعني، تمام. الفكرة بقى يا جماعة عجبتني ليه. اولا هو ده بكام؟ هو يعتبر غالي شوية، مش شويتين مقارنة بالتوم نفسه. يعني انت تخيل ده بكام، تخيلوا ده بكام يا جماعة، ب65 جنيه. في حال ان انت لو هتجيب كيلو توم عادي، التوم دلوقتي سعره ده الكيلو ونص تقريبا ب25 جنيه. يعني هو يعتبر غالي مش رخيص، بس هو الفكره انت بتشتري وقتك. هنحسبها حسبه بسيطه، تخيل انت لو كل يوم هتقعد 3 دقايق في تقشير تومه، 3 دقايق يعني في الشهر لو انت كل يوم هتاخد فص بساعه ونص، يعني في السنه
شوف اتحولت لايه؟ ب 36 ساعة. فمن حاجة بسيطة على فكرة، من حاجة بسيطة انت استهلكت وقت كتير. ساعة ونص في الشهر مش قليل، هو اليوم كله على بعضه كام ساعة يا جماعة؟ فهي الفكرة ان هو هيساعدك اكتر على الالتزام بالنصيحة الوقائية اليومية، ان انت هتاخد فص توم. لو كل يوم هتقعد تقشر تومية بنفسك هتزهق وهتمل. يعني تعالوا كده نفتح ايه ده بس ده الغطا مباشر كده، يعني مش حاطين حاجة يقفلوا عليه او كده. طيب يا بصوا توم. بص انا بعمل حركه حلوه قوي يا جماعه لما باجي اكل التوم. هي التومه ان انت تبلعها على بعضها كده صعب، بالذات لو كبيره، فبقطعها بسناني كم قطعه، مش قطع صغيره او مش هفتتها يعني، كم قطعه حتتين 3 كده. وقبل ما يبدا الطعم، هي طبعا حراقه قوي، بتبقى التوم بيبقى حراق، قبل ما ابدا احس بالحرقان في بقي اقوم بلع على طول، يعني بس تقطيع لتسهيل البلع مش اكتر كده. ايه ده؟ بس في حاجة غريبة لاحظتها في التوم ده يا جماعة، التوم ده مش حراق. اوبا حلوة دي، ده حاطين محلول الملح ده مش مجرد عشان يحفظ التوم، ده شال الحرقة بتاعته. بس معرفش بقى هل حاجه زي كده تغير خواصه ولا لا. ممكن نبقى نبحث في يعني هل كده التومه هي بنفس فوائدها عادي، ولا تعتبر فوائدها قلت شويه؟ ده حاجه انا بصراحه مش عارف. ممكن ندور في الموضوع ده، او لو في طبيب بيتابعنا ممكن يقول يفيدنا يعني في الموضوع ده. هي الفكره عجبتني. هي الفكره يا جماعه، يعني في ناس ممكن تقول لك ايه هو ايه التنكه ديت، يعني توم مقشر انت خلاص ايه توم مقشر دي؟ بس لا، هي ما بتحسبش كده. فعلا انت بتكسل لما تقعد انت بنفسك تقشر، وانا مجرب يا جماعه الموضوع دوت. بس الفكره، بس اهم حاجه ان نتاكد ان يكون التوم بنفس فايدته عادي، وان يكون برضك هنا يا جماعه في نقطه مش حلوه انا مش اخد بالي منها، ان هو كده يعتبر هي حلوه برضك يا جماعه الحركه ديت في الطبيخ. التوم بيتقلى بيه سمك، وكمان ممكن يتعمل في السلطه. يعني انا بصراحه التوم العادي في السلطه بقى حراق قوي، انما التوم ده يبقى لذيذ في السلطه. يعني هو مفيد في حاجات كتير. ايه ده بيقول لك الوزن الصافي 370 جرام، الوزن المصفى 240 جرام. يا جماعه احنا بعد ما نشيل الميه يعني ده ربع كيلو ب 65 جنيه. لا ده احنا كده بنهزر، ربع كيلو ب 65 جنيه في حين ان الكيلو ب 15 ولا 20 جنيه. لا ده احنا كده بنهزر. اقفل يا ابني الفيديو ده يا ابني، يا جماعه انا اسف على الفيديو ده.